بالمده دي هترشح نفسك للرئاسه؟ طبعا. ده هو الحق الوحيد. هو انا اتنزلت ليه؟ ما انا قلت قبل كده حكيت القصه. انت هترشح نفسك للرئاسه طبعا. لو الرئيس السيسي قال ان هو طبعا طبعا هترشح نفسك للرئاسه؟ هو الحق الوحيد. يعني لو هو رشح نفسه الكل يمتنع. خلاص. ليه بقى؟ انا كنت مرشح نفسي. هو راجل وطني زيي او انا وطني زيه، هيقول لك ده بيخوفنا. انا راجل بتاع ربنا، هو راجل متصوف، هيقول لك اصل هو يعرف منين؟ يا لا اهبل انت يا لا. طلعوا رئيس السيسي من كل جمله مفيده. انا قلت لك قلت قبل كده، انا زوجتي ولادي احمد واميره واميره زوجاتهم لما رشحت نفسي عملت المؤتمر والعالم كله، يعني لقيت ناس جايه من التلفزيون البرازيلي والامريكي وكل التلفزيونات. الحمد لله الحمد لله انا طالع في كل يعني الحمد لله بره سمعتي الحمد لله محترمه تمام. فقالوا لي انت مكمل؟ قلت لهم قالوا لي احنا هننتخب السيسي. قلت لهم نعم بننتخب السيسي. قلت خلاص رحت تاني يوم عملت المؤتمر واتنزلت. لو ما نزلش لا، في ناس في البلد دي محتاجه تتربى، محتاجه تتربى. انت قلت قبل كده انت ماسك سيديهات على البلد. لا مفيش الكلام ده بيهرج. في ناس في البلد عارف مين بقى محتاج يتربى على؟ اللي بيقبض، اللي بيرتشي، اللي بيبيع بلده، اللي بيقول يسقط حكم العسكر، اللي باع مصر. بتجيب السيديهات دي منين؟ لا ما عنديش الكلام ده. هو كان احمد شوبير لما هو البنت اللي عملوا حوار تليفوني وانا عملت بلاغ، فرحت هنقلها على كتفي، يعني المكالمه اخدها على كتفي اروح بيها رئيس النيابه. انا مش فاهم، هشيلها في قفص اقول له النبي يا رئيس النيابه انا اجيبها لك. تمام. هي دي المكالمه. طب انا عايز اسالك سؤال، هو انت يعني معلش هو سؤال شخصي